السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده مع وليداتكم واحبابكم والعزاز عليكم. وصفتنا اليوم خواتاتي هي الكيكه تاع التفاح. عندي هنايا 3 حبات تفاح شاطولي ما بغاوش ياكلوهم، قلت غادي نديرهم هاد الكيكه هايله صحيه واقتصاديه كما هكا يبغوها حتى الوليدات. قبل ما نبدا هذا الفيديو نصليو على شفيع الامه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا الى يوم الدين. خواتاتي نبداو هكا كما راكم تشوفوا هنايا. نبداو بالمرحله الاولى اللي هي نحكموا الاول، هي نحكموا التفاح. هنايا خواتاتي غسلت التفاح ديالي. نبداو على بركه الله نقشروا التفاح، نحولوا هذيك الزريعه لداخل كما راكم تشوفوا. انا عندي هذه شفتوا هذه هايله القطع هذه اللي كتنحي، نديروا بها الدولمه، نديروها بها الكابويه ونديروا البطاطا باش نحشيوهم بالكفته هكا. هذه مزيانه كيتحيد سهله. شوفوا نحيدوا بهم كاملين هادو. شوفوها باش نقشروهم يجونا ساهلين، باش كي نكونوا نقطعوا فيه ما يتكسرش. نحكموا القلموس ونبداو نقشروا التفاح ديالنا. 3 تفاحات نديروا هذه الكيكه اللي تجي رائعه. نكمل خواتاتي نقشر التفاح تاعي كامل هكا نوريه لكم باش نقطعوه. خواتاتي بعد ما قشرت عفوا التفاح ديالي، دابا غادي نقطعو هكا دي لاميل هكا رقاق. راكم تشوفوا هكا. نكمل كاع نقطع هكا باش الفيديو تاعي ما يجيش طويل. ها خواتاتي بعد ما قطعت التفاحه تاوعي هكا شرائح، هنا نحكموا نص ليمه، نص ليمه العصير نديرو في العجينه في الكيكه ديالي، ونص هذا غادي نعصرو فوق. يعني ما نعصروش كامل، غير شويه باش نعصر هذا الليم باش التفاح تاعنا ما يكحلش. ونديرو لها ساشي ديال لافاني. بغيتو ديروا نص هنا ونص داخل لاباط، بغيتو عندكم ديروا وحده هنا وحده في لاباط. نخلطوا السكر لافاني مع هذاك الليم باش التفاح تاعنا يشربو وما يكحليش. نخليوه من جهه ونبداو باش نديرو الكيكه. هنا خواتاتي غادي نحضر الكيكه ديالي، ونفس الوقت غادي نقول لكم المقادير اللي راني نستعمل في هذه الكيكه. نديروا 2 بيضات مغسولين ونحيناهم في الثلاجه باش ياخذوا درجه الحراره تاع المطبخ باش يجيكم الكيك تاعكم طالع. حنا هذه يعني التجربه، يعني حنا ثنا كنا ما نعرفوش بصح بدينا نتعلموا هكذا. بسم الله بركه الله. وهنا 2 بيضات، نص كاس سكر، نضيفوا هنا الزيت تدريجيا. الزيت حتى هو عندي نص كاس زيت. كي بداو يضيفوا الزيت شتي الخليط تاعنا بدا يتقاد. وهنا نضيفوا الحليب،
حتى هو نص كاس، عفوا ها هو نوريكم نص كاس، كاع نص كاس من حاجه، نص كاس سكر، نص كاس زيت، ونص كاس حليب. واللي بغات دير الحليب تعوض الحليب باللبن ولا بدانون يجيها الكيك ثاني يجي هايل. هادو يعني كاع من مشتقات الحليب، اللبن والبانون. هنا نضيف واحد قريصه ديال الملح لتحسين الذوق، قريصه. لافاني اللي عندها السائله ديال لافاني سائله، ولا قشور ديال الليمون، ولا هاد لافاني تاع السكر فاني، السكر اللي عندها، يعني غير باش نحو رائحه البيض. انا غادي ندير هذه وندير القشور تاع الليم، عجبني الليم، انا عندي الكونجلي غادي نجبده. انا كي ندير المركز هذا يبقى لي عام في الثلاجه. شوفوا نخدم به الحلويات يجي رائع، شوفوا يجي معسل. ندير هكا واحد شويه، عجبني القارص والقشور تاع القارص كاع يجي رائحته يجي هايل كيما هنايا. عفوا هنا في هذا عندكم الاختيار، بغيتو تضيفوا معلقه ديال الليم ولا القارص، انا هذاك النص اللي خليته هنايا عصرته، ولا بغيتو ديروا الخل الابيض ديروا معلقه خل الابيض. انا نفضل انا منين عندي القارص ندير القارص ولا الليم، معلقه اللي عصرتها. هنا دوك نجيو النواشف. هنا عندي هنا 2 كيسان فرينه، وعينكم هذوك عينكم هي ميزانكم. وهنايا في هذه الكيكه يعني مختلفه، انا غادي ندير لها واحد نص هكا، مابا شويه، نص على نص، شويه على النص تاع كاس ديال هذا السميده فينو، هذيك الرقيقه كامل الرطبه. هذه علاش تجينا الكيكه تاعنا تجي حرشه شويه، ما تجيش هكذاك رطبه بالفرينه برك. نفوتو نديرو هذاك السميد، ومن بعد نبداو نضيفوه. هنايا عبرت 2 كيسان، وغادي ندير ونقول لكم شحال يدخلوني. نبداو نضيفو غير بشويه. وكاين كيكه ديال السميد كاع هكا، السميد شويه تجيني ثقيله، تجي بحال البسبوسه، وانا ما نبغيش بسبوسه. كي ندير بسبوسه ندير بسبوسه تاع التفاح ثاني، وكي ندير كيكه غير هذه باش تجيكم كيكه شويه حرشه، ما تجيكمش كاع رطبه وتجي صحيه اكثر. السميده هنا في الوسط نضيفو الفرينه، نزيدو نضيف الفرينه، نضيفو هنا. انا عندي كيس تاع خميره تاع 11 غرام، تقدروا ديروا نتوما كيس ونص ديال الخميره. يعني انت هنايا 7 وتزيدوا نص كيس ونص، هنا فيها 11 غرام. نزيدوا الفرينه، هذيك المعلقه ديال الخل ولا الليم كتخفف لنا الكيكه ديالنا، تجي خفيفه. نزاد نقدر نديرها ب2 كيسان فرينه. درك كي درت هذاك النص تاع كاس السميد، نقصوا الفرينه. شوفوا هنايا كي ترفدوا الفرينه تاعكم ديروا هكا، ديروا 8. شوفوا لما تخرجت في ساعه، عرفوا هذاك هو القوام ديالها. كي تشوفوا هكا 8 في ساعه دخلت، شوفوا يعني مازالت القوام تاعها خفيف. يعني دركا هذا هو، هنا تشوفوا 8 كي ندير 8 ما تدخلش في الساعه، حرف 8 يعني هكا. عندكم هي ما تجي خفيفه بزاف، ما تجي ثقيله بزاف. ها بقى يعني نص، يعني كاس ونص تاع الفرينه هي هزت لي. ها هو نعبرو قدامكم باش تشوفوا. ها
يعني هذا اللي درتو سميده، نقصتو في درتو في السميده، نقصتو في الفرينه. كاس ونص فرينه ونص قل شويه ديال السميده باش تجيكم الكيكه مليح. هنا نحكمو مول، يدخل الفرن هكا. انا عندي هذا المول، اختاريتو. شوفوا المول اللي عندكم، بغيتو مربع بغيتو مدور. انا عندي هذا، فرشتو هذا البابي سولفيريزي ولا بابي هذا تاع عفوا بابي اليمونتير، ورق الطبخ. هنا اللي عندها الصينيه ما تلصقش، ولكن غير باش الكيكه تاعنا تجينا سهله باش نحيدوها. انا نفرش لها هذا الورق ديال الطبخ ودهنته، وغادي نكبو. نفد لاسباتول تاعي باش هنايا نديرو الخليط تاعي. دوكا نستفو التفاح فوقو. هنا خواتاتي نحكم التفاح تاعي. هكذا خواتاتي انا كنت درت لها ديجا سكر فاني ودرت لها الليم باش تجيكم حمرة من الفوق. شوفوا يعني قلت لكم 3 حبات يعني متوسطين يجيكم نيشان هذه الكيكه. المول على حساب هذا. وخواتاتي انا الفران شعلته ودرتو يسخن، ونديروها طيب من التحت حتى نشوفوها طابت. نعاودو نحمروها من الفوق، كل وحده تعرف فرانها ونوريها لكم ان شاء الله. هاهي خواتاتي الكيكه تاعي وجدت ولا طابت. هنا غادي نحيها من هذا المول. شوفوا الكاغط كيديروا هذا البابي تاع الطياب ولا الكاغط تاع ورق الطهي، يعني في ساعه سهلكم باش تحيد من المول لا مع هنايا عندي صحه هنايا باش نوريكم باش كيفاش نزينها. والتزيين يولي لكم نتوما، تزيينها سهل. يعني بغيتو تخلوها هكاك، بغيتو تزينوها كل وحده ولا المقادير اللي عندها في الدار. هنايا عندكم لا بغيتو ديروا هنايا الكونفيتير ديال المشماش معجون ولا الكونفيتور هنا ديال المشماش. ما عندكمش انا ندير هذا، لان ندير ناباج. الكونفيتير دائما كل واحد عند الناس تقريبا عندهم الكونفيتور تاع المشماش. هنايا عندي الناباج، نستعمل الناباج. انا شريته هكا مخصص غير الحلويات، هكا ندهن به الحلويات. ندير هكا ندهنو باش هنايا باش يشد لنا فيه هذاك اللوز ولا الكاوكاو ولا اللي غادي نديرو هنايا. وتجيكم تبريي، بغيتو تخلوه غير هكا. هذه العلبه ماشي غاليه، تباع ربما 120 ولا. بغيتو تشروها هكا تخلوها غير للحلويات. هنايا كاين عندكم الاختيار. انا عندي نواه كوكو، عندي هنا شويه ديال البيستاش بودره ولا اللوز بودره اللي عندكم، ولا القوقعه. والمهم بغيتو تخلوها هكا، خلوها راها تجي التشكيل تاعها يجي مليح. انا غادي نديرها غير هذا، يعني حتى الديكور يعطي لها الشكل تاعها ولا المنظر يعطيها زوين وتجي تشهي. يديروا لها هذا الديكور ولا هذا التزيين. هيا خواتاتي الكيكه تاعي بعد ما زينتها. شوفوا التزيين شحال يعطي لها، حتى يعطي لها المنظر ويعطي لها اللون الجمالي لهذه الكيكه. شوفوا كيفاش جات. جربوها ولا عجبتكم، وبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب. ولا عجبتكم ما تنسونيش باللايكات ديالكم. الله يجازيكم بخير. وهكا خواتاتي نقدموها في الكوتي ديال العشيه ولا الصباح مع القهوه ولا القهوه ديال العشيه كيما انا محبي القهوه. نقدمها هكذا، نعرف ونرافق هذه الكيكه بهذه القهوه. وشهيتكم في الجنه، واللي دارتها بالصحه والراحه. وغادي نقطع لكم مرصو تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش تجي لداخل. بسم الله.
باش تجي خفيفه، تجي رائعه. قلت لك صدقوا هاد كيديروا لها داك السميد لداخل. كيفاش تجيكم شويه حرشه لداخل، تجيكمش هذيك رطبه. شوفوا ندير لكم شويه بالملح باش تشوفوا بسيطه شحال تجي خفيفه، تجي رائعه. شوفوا جربوها ما غاديش تندموا، وسهله وما فيهاش المقادير بزاف، وشهيتكم في الجنه. مع هكا نشربوا معاها قهوه. وهكا خواتاتي، خليتكم في امان الله، ومع السلامه. فيديو اخر ان شاء الله، وفي وصفه اخرى ان شاء الله، ومع السلامه.